اهلا بيكم في فيديو اخبار جديد مهم عن نادي الزمالك وعزل مرتضى منصور عن رئاسه نادي الزمالك. تدريبات قويه من المدير الفني خوان كارلوس اوسوريو واستعداد لمباراه المقاولين، والزمالك يتقدم بشكوى ضد جمهور النادي الاهلي. اتمنى قبل ما نبدا اعمل لايك للفيديو، ولو انت جديد عندنا في القناه اشترك في القناه، واهم حاجه دعمكم يا زملكاويه. ويلا بينا نخش على تفاصيل اخبار النهارده. واول خبر معانا رسميا عزل مرتضى منصور عن رئاسه نادي الزمالك، والقرار ده اتنفذ النهارده. القضاء الاداري يقضي بعزل مرتضى منصور عن رئاسه نادي الزمالك، وبكده مرتضى منصور خلاص بقى خارج نادي الزمالك. والقرار ده اللي لازم ينفذه وزير الشباب والرياضه باصدار زوال عضويه مرتضى منصور عن رئاسه نادي الزمالك. وانا قلت لكم كده ان مرتضى منصور يعتبر هو اللي عزل نفسه بسبب المشاكل اللي بيحط نفسه فيها، وفي النهايه خلاص بقى مرتضى منصور خارج نادي الزمالك رسميا. حتى خلال الساعات اللي جايه دي هيتم كمان حل مجلس الاداره بالكامل، واكيد وزاره الشباب والرياضه باسم اشرف صبحي هيكون ليه دور في الموضوع ده، وفي نفس الوقت برضه هيجيب لجنه تدير امور النادي خلال المرحله المقبله. وبنسبه كبيره هيكون هو عمرو الجنايني هو اللي موجود خلال الفتره اللي جايه. هو لسه مش دلوقتي، ولكن خلال ايام جايه بالظبط هيتم الاعلان عن اللجنه اللي هتدير امور النادي. وكمان هيكون في جمعيه عموميه دي اللي هتكون موجوده خلال الفتره اللي جايه، ودي اللي هتكون في انتخابات بالنسبه لنادي الزمالك علشان يعملوا انتخابات رئاسيه بالنسبه لنادي الزمالك علشان يكون في رئيس جديد. وممكن الانتخابات دي تكون على شهر 7 كده. ممكن على فكره مرتضى منصور يترشح مره تانية لرئاسه نادي الزمالك، ولكن هتشوف الفتره الجايه هدوء داخل نادي الزمالك، مش هتشوف تصريحات كتير، هتلاقي الفرقه مقفول عليها، وفي نفس الوقت برضه هيكون في تركيز كبير جدا. ففعلا لقى الله يا زمالك بسبب اللي بيحصل في نادي الزمالك. ونروح ليه تاني خبر بعد كده، واستعداد قويه لنادي الزمالك لمباراه المقاولين اللي هتقام بكره. وشفنا كمان خوان كارلوس اوسوريو وهو بيدرب الفريق بشكل قوي جدا، وفي نفس الوقت برضه بيحفزهم ان هم يفوزوا على المقاولين بكره. مباراه هتكون مش سهله، المقاولين برضه فريق محترم جدا وعامل موسم بصراحه هايل. وفي نفس الوقت برضه الزمالك برضه عايز في نفس الوقت يجمع اكبر عدد من النقاط، وهو دلوقتي في المركز الرابع 39 نقطه. وفي نفس الوقت برضه انا شايف ان هم عملوا مباراه كويسه جدا قدام الحرس، ولكن احنا منتظرين كمان افضل من كده. واول حاجه طبعا خوان كارلوس اوسوريو هو اللي هيقود المباراه بكره، ودي هتكون اول مباراه ليه تحت قياده طبعا الفنيه كلها. وفي نفس الوقت برضه نتمنى ان الزمالك يظهر بشكل قوي وبشكل مميز، وكل الدعم لفريق نادي الزمالك ضد المقاولين، ويطلعوا نتيجه كويسه ويسعدوا الجمهور باذن الله. واخر خبر معانا بالنسبه للزمالك هيتقدم بشكوى رسميه في اتحاد الكوره والاتحاد الدولي ضد جمهور الاهلي اللي هتف ضد شيكابالا في مباراه فاركو اللي كانت في الدوري اللي هو الاهلي كان كسبان فيها. وفي نفس الوقت اصلا شيكابالا مش بيشارك اصلا بصفه اساسيه في نادي الزمالك خلال الفتره اللي فاتت، ولكن معرفش بصراحه شيكابالا عامل ايه لجمهور الاهلي ان هو كل شويه يقعدوا يهتفوا وفي نفس الوقت يقعدوا يشتموا في والدته والكلام ده كله. ومشكلة ان احنا في رمضان برضه، ولكن الناس دي مش عارف اصلا جنس ملتها ايه، ما عندهمش دم. وفي الاخر بيقول لك هو شيكابالا دايما اللي بيتعصب وهو اللي بيبدا الغلط والكلام ده كله، ولكن محدش لسه قال قرار بالنسبه لموضوع هتافات جمهور الاهلي ضد شيكابالا. والهتافات كانت واضحه جدا وعارفين الشتيمه كانت ايه. ونتمنى بقى من اتحاد الكوره ياخد قرار بجد ضد الجمهور او الفئه اللي شتمت شيكابالا في المباراه بتاعه الاهلي وفاركو. ونتمنى ان شاء الله القادم افضل بالنسبه لنادي الزمالك. واتكلمنا عن عزل مرتضى منصور عن رئاسه نادي الزمالك واللجنه المؤقته اللي هتدير. وفي نفس الوقت برضه نتمنى ان اللعيبه تاخد المنافسه بجد، ان هي تاخد المركز الثاني عشان نعرف باذن الله نشارك في افريقيا الموسم القادم. ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناه. اشوفكم على خير، يلا سلام.